يا مساء الفل يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون بخير. فيديو النهارده مهم جدا لو انت طالب بتدرس في اي مرحله دراسيه، سواء كنت في جامعه او في مدرسه او بتحضر ماجستير مثلا ولا دكتوراه، ايا يكن. فيديو النهارده مفيد جدا فعلا، وده عشان انا جايب لك برنامج حرفيا هيعمل لك كل اللي انت عايزه وانت بتذاكر. هيساعدك جدا على المذاكره بشكل كبير، هيوفر عليك وقت كتير جدا، هيساعدك على الانتاجيه اكتر. انا شخصيا بستخدمه على الموبايل بتاعي، وايوه الابلكيشن ده بيشتغل على الموبايل سواء كان اندرويد او اي او اس. في منه نسخه بتنزل على الكمبيوتر عادي سواء انت كان معاك ماك او كان معاك ويندوز، هو معاك اينما كنت يعني. المهم الابلكيشن ده هو PDF Element، احسن برنامج تقدر تستخدمه للبي دي افات، وموجود منه نسخه فري، والنسخه اللي بفلوس كمان هي ارخص بكتير جدا من برامج ادوبي بتاعت البي دي اف او اي برنامج تاني بيعدل في البي دي اف او بيعمل نفس الوظيفه. قبل ما اجرب لك الابلكيشن ده دلوقتي على الموبايل، اتاكد دلوقتي حالا انك عامل لايك للفيديو، عامل سبسكرايب للقناه، عشان خلاص قربنا نوصل مليون، وفي جيف اويز كتيره جدا جايه في الطريق. فلك الجميل كده وسبسكرايبك، ويلا بينا حالا نفتح الموبايل مع بعض ونجرب الابلكيشن. طبعا مبدئيا كده هتلاقي لينك الابلكيشن موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا. انزل دلوقتي حالا حمله وجربه معايا وانا بستخدمه كده عشان تشوف مدى السهوله بتاعته فعلا. الابلكيشن هو الايقونه اللي بالازرق دي، PDF Element، طبعا من شركه وندر شير، فيعني شركه معروفه جدا اصلا وليها برامج كتير جدا. دي واجهه الابلكيشن من جوه، واجهه بسيطه جدا، بتشوف فيها اي PDF انت ضفته على الابلكيشن عشان تفتحه مثلا او تعدل عليه. وليكن مثلا PDF ده عندي في الكليه، تمام. الابلكيشن بيخليك تعمل اي حاجه في PDF، حرفيا اي حاجه. يعني مثلا ولنفترض مثلا ان انت جيت على الجزئيه دي في PDF وعايز تضيف تكست، عادي جدا تعدل عليه، فبمنتهى السهوله ضغطه طويله كده تقوم ضاغط تكست، ومن هنا تقدر تحدد اصلا الفونت واللون بتاع التكست. ممكن اخليه ازرق مثلا، او اكبر الحجم بتاع الفونت جامد جدا، اخليه مثلا 54، وابدا اكتب اللي انا عايزه عادي جدا. يعني اللي هو اقوم كاتب مثلا hello this is my PDF، قمت دايس done، تلاقي عندك التكست موجود اهي، تقدر تصغرها وتقدر تكبرها، فاهم، تغير مكانها براحتك بمنتهى السهوله حرفيا. وممكن تعدل في الفونت بتاعها، لا لقيته كبير شويه فممكن اصغرها شويه بالشكل ده، done بمنتهى السهوله كده، واقدر احركه في اي مكان. فانت كانك بتتعامل مع كتاب حقيقي في الواقع، مش بتتعامل مع PDF مثلا اونلاين، فاهم. تقدر ان انت تعمل امضاء على PDF، ودي حاجه مهمه جدا لرجال الاعمال بقى، او اي حد مثلا بيشتغل اونلاين فعنده مثلا عقد بيعمله مع شركه او حاجه عايز يكتبه اونلاين. مش لازم لسه بقى ان انت تاخد العقد ده تطبعه وتمضيه وبعدين تعمل له سكان وترفعه، لا يا معلم، فكك بقى الحاجات دي، خلاص كانت زمان. دلوقتي يا باشا انت معاك PDF Element. الابلكيشن ده عندك تحت كده هتلاقي عندك سيجنتشر، فدي كانت الامضه بتاعتي مثلا، قمت ضاغط عليها كده اهو، اقوم حاططها في اي مكان انا عايزه بالشكل ده، اقدر اصغرها اتحكم في مكانها او اكبرها، فاهم، وبمنتهى السهوله. والفكره ان انت بتعملها بقى ازاي اصلا، بص الصياعه، يعني انت تضغط على سيجنتشر دي لو عايز تضيف امضه جديده، فهتعمل كرييت، فهيجيب لك الشاشه دي كده زي ما انت شايف قدامك، تبدا ان انت تكتب امضتك عادي جدا، واقوم عامل خطين مثلا ولا حاجه، اقول له دان. لو انا دوست على سيجنتشر من هنا هلاقيها موجوده اهي، اضغط عليها واقوم حاططها في المكان اللي انا عايزه، والعب في حجمها براحتي جدا زي ما انت شايف كده. وعندك اشكال كتيره للتكست بقى، اللي مثلا يبقى تحتها خط عليها خط نفسها، او مثلا جوه مربع او مستطيل، او مثلا علامه القلم دي، واقوم بقى معلم براحتي كده في PDF كاني بذاكر وبعلم على الحاجات اللي انا ذاكرتها. يعني بص مثلا هنا في جيت ممكن اقوم اعمل صح، ممكن اعمل غلط هنا، ممكن اعمل دايره على دول، ممكن اعمل مستطيل كده بصبعي، فاهم الموضوع بمنتهى السهوله، كانك ماسك قلم جاف وبتحبر، فاهم. تقدر تعمل بقى هايلايت بكذا لون انت عايزه. يعني مثلا اجي على الجزئيه دي واعمل لها هايلايت بالشكل ده، ممكن اغير لونها اخليه ازرق، معاك كل انواع الهايلايتس من غير ما تشتري هايلايتر. فهنا مثلا اصفر، اقوم جاي بقى هنا على اي تكست عايز اعلم عليها واقوم معلم عليها بالشكل ده. تقدر تشد خط تحت اي تكست انت عايزها، عارف انت احنا بنذاكر كده نشد خطوط كتيره، انا من الناس دي صراحه. فيعني مثلا تحت الكلام ده ممكن اقوم شادد خط كده بالاخضر، بص السهوله، يا لهوي على الجمدان بجد. الموضوع عامل لدرجه ما تتخيلهاش بجد. يعني ممكن تعمل اديت للPDF ده، يعني حرفيا تضيف صور، تضيف تكست زي ما انت عايز تعمل اد تكست من هنا، تحطها في اي مكان وتكتب اللي انت عايزه عادي جدا. عايز تضيف صوره مثلا، يعني انت معاك صوره مثلا هتفيدك في الحته دي وانت بتذاكر بعدين، فممكن تضيفها عادي جدا من الجاليري عندك. فهعمل اد ايمج، ممكن اصورها دلوقتي فعليا او اختارها من الفوتوز عندي في الجاليري، بس انا هصورها مثلا، فاقوم مختار كده الاو، وبعدين اقوم مصور الصوره دي واقول له يوز فوتو، فاقدر استخدمها عادي جدا عندي هنا في PDF زي ما انت شايف كده بمنتهى السهوله، واحطها في المكان ده. وتقدر كمان تضيف لينكات في PDF. انت مثلا في جزئيه مش فاهمها، دخلت سرشت عليها على يوتيوب لقيت لها شرح كويس، عايز بقى وانت جاي تذاكر المره الجايه توصل لنفس الفيديو اللي شرح لك الحته دي، فتقدر تضيف لينك من هنا يا معلم، اقول له اد ويب لينك مثلا، واختار اللينك ده في اي مكان هنا كده، واعمل اديت لللينك ده، واكتب www. مثلا اي حاجه، فاهم، على يوتيوب مثلا، فاهم .com، او يعني تعمل بيست لللينك اللي انت عايزه، يعني فاهم، بمنتهى السهوله برضه، ويبقى موجود عندك هنا كده، تحطه جنب الجزء ده مثلا لو انت مش فاهمه بعد كده تقدر ترجع له في اي وقت. ميزه قويه جدا لو انت مثلا عندك كتاب او ورقه زي كده وعايز تصورها بموبايلك وتحولها لPDF، تقدر تعدل عليه عادي جدا زي اي PDF مكتوب على الوورد مثلا. فبمنتهى السهوله من الابلكيشن ده هعمل علامه الزائد دي، واقوم عامل سكان من هنا كده، وبس كده يا سيدي. اقوم واخد الجزئيه دي مثلا وتحددها كده، واقول له كيب السكان دي، هقوم اختار الصوره دي واقول له دان سيف كده. الصوره دي موجوده معايا كانها PDF عادي جدا. في عندك اوبشن فوق كده اسمه ريكوجنايز او علامه الورقه دي، اقوم عامل ريكوجنايز كده واقول له حول لي الصوره اللي انا مصورها من الكتاب دي، حولها لي PDF كانه مكتوب على الكمبيوتر عادي جدا، عشان اقدر استفيد من ان انا سيرش على حاجه او
ان انا اعدل فيه براحتي، فاقول له يلا حولها لي OCR PDF واقول له نيكست. هقول له اللغه بتاعته انجلش وبيقدر يدعم كل اللغات دي زي ما انت شايف كده قدامك، اقول له نيكست. دلوقتي بقى خلاص الصيغه بتاعته PDF اهو، اقدر ادخل عليه زي ما انت شايف كده وابدا اعدل فيه نفس التعديلات اللي احنا لسه كنا عاملينها في PDF الحقيقي من شويه. يعني مثلا اقدر ان انا اعمل اديت للPDF ده واقول له اد تكست مثلا، او مثلا ان انا اعمل هايلايت للتكست دي. طبعا دي ما تنفعش لو هي صوره، لكن دلوقتي هي PDF، فممكن ان انا اقوم هايلايت زي ما انت شايف كده الاجزاء دي كاني انا اللي كاتب الاجزاء دي اصلا على وورد مثلا او حاجه، فاهم؟ ممكن اقوم اعمل كرييت لبلانك PDF واخليه بلانك خالص، اقول له كرييت. ممكن اشخبط فيه براحتي عادي كان انا معايا كراسه فاضيه، فاهم؟ وممكن نعمل PDF مخطط سطور، فاهم؟ واقول له كرييت كاني شاري نوت بوك وابدا اكتب فيه واعمل فيه اللي انا عايزه عادي جدا بمنتهى السهوله زي ما انت شايف كده، ويتعمل له سيف عندي كانه PDF عادي جدا. تقدر انت تعمل ميرج لكذا صوره مع بعض يكونوا لك PDF واحد. يعني مثلا هقول له سكان، اضيف مثلا الصوره دي واضيف مثلا الصوره دي واضيف الصوره دي، بس كده انا ضفت الصور دي كلها. اقدر اعمل لها ميرج مع بعض، اعمل سيف كده مثلا واتحطوا كلهم ورا بعض كانهم PDF كامل عادي جدا، كانه كتاب حرفيا. عملت كتاب وانا ماسك موبايلي كده، فاهم؟ مش حتى اضطريت ان انا انقلهم على كمبيوتر والكلام ده كله. طبعا اكتبوا لي تحت الكومنتات دلوقتي حالا، قول لي ايه الموبايل اللي عايز تشوف له ريفيو الفتره الجايه، عشان بجد الفتره الجايه درعمه في فيديوهات انت مش واخد بالك منها. خلي بالك هتنزل الفتره الجايه هتعجبك فوق ما تتخيل. طبعا لو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت فاحنا عاملين عظمه، عاملين كميه فيديوز مهمه جدا وحاجات لاول مره تظهر في الوطن العربي، لازم تروح تشوفها بنفسك دلوقتي على القناه يا معلم. وبحبكم جدا اقسم بالله يا جدعان، شكرا. تقدر تعمل كونفرت لاي PDF لوورد ولا اي صيغه انت عايزها، سواء صور او اي حاجه. يعني مثلا انا عندي PDF ده اقدر اقوم من فوق كده اقوم قايل له كونفرت، وعندك كل الاوبشنز دي اكسل، باوربوينت، PNG، JPEG والحاجات دي كلها. عندك كل الصيغ. مثلا انا هحوله وورد واقوم قايل له ستارت، هيبدا ان هو يحوله لي بمنتهى السهوله زي ما انت شايف كده. كونفرت تو وورد 100% خلص على طول في ثانيه. ده برده اوبشن قوي جدا، مش محتاج تخش على اي ويب سايت اونلاين وتدفع عليه بقى مش عارف ايه الكلام ده، خلاص فاكسان بقى. ده ابلكيشن اوفلاين عندك يعملها لك عادي. ومن هنا برده تقدر تاكسس كل الفيتشرز دي من زرار تولز اللي تحت ده، تلاقي فيه كل حاجه حرفيا انت عايزها. تقدر تبروتكت الPDF بتاعك، تحط له باسورد اصلا. يعني انت لو عندك PDF عايز تقفله في معلومات سريه، ممكن تقوم اختار اي PDF من هنا وتقوم عامل نيكست. اقول له مثلا اعمل له باسورد 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 كده، يبقى انا عملت الملف ده مقفول بباسورد محدش يعرفها غيري انا، وحتى شكله بقى عليه ايقونه مقفوله كده. عندك بقى خدمات سحابيه، بمعنى ان انت ممكن ترفع الملف بتاعك ده على كلاود معين والناس كتيره جدا ياكسسوه بمنتهى السهوله. هتلاقي عندك علامه سحابه تحت كده، تقوم شاددها عليها كده اهو، فيقوم رافعها لك على الكلاود. انت تقدر تاكسس الملف ده من اي جهاز تاني حرفيا عليه نفس الاكونت. يعني مثلا انا خلاص رفعته على الكلاود وسبت الموبايل وسبت اللابتوب ورحت في حته تانيه خالص على جهاز جديد، قمت عامل ساين ان بالاكونت بتاعي، هلاقي نفس الملف يا معلم، فاهم؟ المهم عزيزي المشاهد، انت عملت لايك للفيديو برجوله عملت لايك ولا لسه ما عملتش لايك؟ تمام، اعمل لايك دلوقتي واعمل سبسكرايب لو اول مره تشوفني على يوتيوب. عايز تشوفني تاني اكيد دي حاجه جامده جدا، واستنى فيديوهات درعمه الفتره الجايه. في فيديوهات بجد رهيبه الفتره الجايه هتعجبكم جدا يا جدعان، بجد انتوا تثقوا فيا وانا عارف. وبس كده خلينا نكمل باقي الفيديو. نيجي بقى لاقوى حاجه في البرنامج ده واللي انا بجد بستخدمها كتير جدا في مذاكرتي، وعايز اقول لك ان دي تريك صايعه جدا هتخليك الاول على الدفعه من غير نقاش بقى. بقول لك ايه، انا ما بذاكرش وذاكر ليله الامتحان بالطريقه دي، فانت صحصح معايا كده وركز عشان انت ممكن ترتب على الدفعه بعد الفيديو ده. هتقوم جاي على PDF زي ده وتختار خاصيه AI اللي فوق دي، وتبدا تقول للAI يعمل لك اي حاجه انت عايزها. فكك بقى، الAI ده كانه المدرس بتاعك، واحد قاعد معاك في البيت ل 24 ساعه، هو فاهم الPDF بتاعك. تقول له يا باشا لخص لي الPDF، هو قايل له سمرايز من هنا كده، هيبدا ان هو يلخص لي الPDF. اللي هو انا معايا PDF 90 صفحه، لا انا مش هقدر استحمل 90 صفحه دول، انا عايز الخصهم في 10 صفح، فاهم؟ هو يقوم ملخصهم ويديك الزيتونه، يقول لك يا باشا خد ده يا باشا الPDF ده، لو ذاكرته انت كده ايه يعتبر فاهم كل حاجه، فاهم؟ بص هو قاعد بيكتبه لي اهو، بيلخص لي كل حاجه زي ما انت شايف كده، وبيحط لك كمان اسئله، يقول لك انت ممكن تسالني عن كذا وكذا وكذا وكذا. بيحط لك اسئله ممكن تجي لك في الامتحان عادي على فكره. وعندك اوبشن تاني اسمه اكسبلين، انا بقول له اشرح لي. انت متخيل انا معايا مدرس معايا دكتور الماده في البيت، فاهم؟ اكسبلين وات يو وونت، هو قايل له اكسبلين واقوم مختار اي حاجه في الPDF. مثلا اكسبلين مثلا الاتاكسيا، الPDF ده كان حاجه عندنا في الكليه يعني، فاقوم قايل له الاتاكسيا، قوم باعت. بص يا معلم هو هيبدا يسرش لي كده ويفهمني ايه الاتاكسيا دي، يشرحها لي بطريقته. بص يا باشا قام قايل لي الاتاكسيا دي نيورولوجيكال كونديشن ذات افكت مش عارف بيرسون كوردينيشن والبالانس. والله الكلام ده صح فعلا، يعني انا دارس الحاجات دي امتحنت عليها، فاهم؟ فكلامه بجد صح، دي حاجه مرعبه جدا على فكره. عندك اوبشن ترانسليت، لو مثلا الPDF بتاعك ده بلغه الماني مثلا، لو تدرس في دوله بره فممكن تترانسليت من اي لغه للانجليزي، فاقول له ترانسليت مثلا واقوم كاتب اي جمله بالالماني مثلا واخليه يحولها لي اللغه الانجليزي. مثلا انا دلوقتي جبت تكست بالالماني اهو، هقوم حاططها هنا كده عنده في التكست واقول له بيست، وبعدين اقوم قايل له ترجمها لي، هيقوم مترجمها لي للغه الانجليزي عادي جدا. قام قايل لي اهو، انا كنت واحده اسمها مش عارف انا ومش عارف ايه الكلام ده كله، ترجم لك حرفيا التكست للغه اللي انت عايزها. كل ده في ابلكيشن واحد من غير ما تطلع لجوجل ترانسليت او اي حاجه، فاهم؟ وعندك بقى اوبشن لذيذ قوي اسمه اسك PDF، اللي هو يا باشا والله لو عندك اي سؤال في دماغك للموضوع اللي انت رافعه له، يعني مثلا انت بتتكلم مثلا في ماده رياضه مثلا وبيتكلموا عن مش عارف ايه وحساب مثلثات،
دراسات والكلام ده، فممكن تقوم داخل تساله في الحاجات دي، فاهم؟ يعني انا مثلا في حالتي هختار اسك بي دي اف واقوم قايل له ايه وات از ذا تريتمنت فور اتاكسيا، ايه علاج الاتاكسيا، بيحاول بقى يكتب لك اجابه نموذجيه، فاهم؟ بص الجمدان ده بقى، هو اما لقى ان في تريتمنتس كتيره عايز يوفر عليك، فبيقول لك ايه بقى، التريتمنت موجوده في صفحه 8 و10 و16. انت متخيل بقى ان هو وفر عليك انك تدور كمان؟ طبعا لو وصلت للسنه دي في الفيديو عزيزي المشاهد، فانت دلوقتي حالا في الكومنتات اعمل لي قلبين لونهم احمر جنب بعض كده في كومنت، اي حد يعمل القلبين دول هعرف انه وصل للسنه دي في الفيديو، وبجد والله انت حبيبي، وانا ببسط جدا فوق ما تتخيل ان بالناس اللي بتكمل الفيديوهات للاخر، بجد بتشجعني جدا ان اكمل، وشكرا جدا ليكم، واكيد هعمل لكم لايفات بقى وريبلاي وفي كل حاجه. بص هنقعد نتكلم في الكومنتات كتير وبس، يلا بينا نكمل باقي الفيديو. عموما ده كان جزء كبير من مميزات الابلكيشن ده، بي دي اف اليمنت حرفيا واحد من اكتر الابلكيشنز اللي مش هتستغنى عنها لو انت فعلا في فتره دراسيه او انت بتتعامل مع بي دي افات كتير في يومك، سواء بقى بتدرس او بتشتغل او ايا يكن. الابلكيشن موجود على البلاي ستور وعلى الاب ستور عادي جدا، وانت معاك اندرويد او اي او اس، هو ده الشاشه بتاعته ممكن تحملها عادي جدا. كده كده اللينك بتاعه انا سايبه لك تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، انزل دلوقتي حالا حمله من اللينك ده اللينك الرسمي بتاعه اللي تحمله منه، ولو عاوز تشتريه فهو فعلا سعره ارخص كتير جدا من اي برنامج تاني منافس بيعمل نفس الخدمه، فاهم؟ وارخص كتير جدا من برنامج ادوبي كده كده. يعني انا مش عارف لحد دلوقتي اصلا مين بيستخدم ابلكيشن ادوبي بتاع البي دي اف ده، ابلكيشن تقيل فشخ. انا عايز اقول لك لما بشغله مثلا على الايباد او على اللابتوب بجد بيعلق، ما بعرفش افتح جنبه حاجه ثانيه، بياكل رامات، بيشفط رامات الجهاز. هو ابلكيشن تقيل وغالي ومش سهل استخدامه على فكره زي الابلكيشن ده. انا شايف ان ده حل جامد جدا بصراحه لو انت بتتعامل مع بي دي افات كتيره. بس كده عارف تشتركوا على القناه، تشوفوا لايك، سبسكرايب كبير، وبالك اخر فيديو جديد.